صباح الفل، ازيكم؟ انا مروة ودي قناتي، وان شاء الله قناة تعجبكم وتطلعوا منها باستفادة ولو بسيطة. وما تنسونيش لو الفيديو عجبكم لايك واشتراك. انا قررت بقى النهاردة افرش شوية طماطم، اعين شوية صلصة كده ينفعوني في رمضان. زي ما انتوا شايفين انا جايبة 5 كيلو طماطم، وابتديت اغسلهم وهسبكهم كده اعملهم صلصة وعينهم في اكياس لشهر رمضان ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين. زي ما انتوا شايفين انا بغسل الطماطم مرتين 3 لغاية ما اتأكد ان الطماطم ما عادش فيها ولا تراباية، واتأكد ان هي نظيفة جدا. هاخد الطماطم زي ما انتوا شايفين معايا وهبتدي بقى احطها في الحلة. وكان عندي طماطم في الديب فريزر طلعتها وغسلتها برضو، كانت طماطم زي ما هي سليمة. وهبتدي بقى اشغل عليهم النار، بسيبهم على نار عالية الاول، واول ما بيغلوا بوطي عليهم النار لغاية بس ما يدبلوا شوية. انا بحط في الحلة اللي مليانة طماطم دي نص كوباية من المية، ما بزودش مية على فكرة، هي بتنزل ميتها زي ما انتوا شايفين كده. دي الطماطم اللي طلعتها من الديب فريزر. وقررت بقى اسبك شوية طماطم يكونوا حلوين مرة واحدة. وانا في السوق اتلقيت البرتقان شكله يفتح النفس كده. قررت اشتري 5 كيلو وعينهم لرمضان ينفعونا كتغيير في العصاير. وطبعا انا بسلق معاه جزر عشان بيديله طعم شوية. اهم حاجة قبل التخزين اغسلي البرتقان كويس، مهما كان شكله نضيف قدامك لا ما تاخديش بالشكل، اغسليه كويس علشان تطمني ان اي حاجة كانت عليه خلاص نزلت مع المية. وهنا اشتريت مع البرتقان 1.25 كيلو من الجزر، بس جايبة الجزر كبير شوية وحطيته في المصفى وبغسله كويس. علشان بعد التقشير انا ما بغسلش الجزر علشان فايدته، على طول بعد التقشير هديله بس سلقة كده خفيفة. وهبتدي بقى اعينه مع البرتقان لما نقطعه هتشوفوه دلوقتي. بصفي بس الجزر كويس بعد ما اتأكدت ان هو نضف، وهاخده دلوقتي وابتدي اقشر الجزر زي ما انتوا هتشوفوا. جبت بقى المقشرة وابتديت امشي بقى على جزرة جزرة، نزلت كل القشر اللي عليها. عايزة اقول لكم لما تيجوا تسلقوا الجزر علشان هتحطوه على البرتقان عشان يتعمل عصير معاه، ما ينفعش نزود عليه في السلق، ما ينفعش. ممكن مثلا 10 دقايق يعني يبتدي يطرى شوية، وبتحط عليه سكر وبيتسلق برضو. بنحط مثلا 3-4 معالق سكر وبنديله غلوتين كده، بس الجزرة تبقى ماسكة نفسها ما تتهراش منك علشان هتقعد في الفريزر. يا عالم هل في رمضان هتستخدميه، هل هتسيبيه بعد رمضان مثلا ما حبيتيش انك تعمليه في رمضان؟ ولو حبيتي طبعا تعمليه في رمضان لان احنا بنخزن علشان رمضان يكون الجزر ماسك نفسه. فما تهلكيش بقى الجزرايه في السلق وبعد كده تعينيها تيجي تبص تلاقيها متفتفته منك وطعمها حتى في العصير مش حلو. خلصت هنا تقشير الجزر وهبتدي بقى اجهزه بعد ما يتقطع علشان احطه في حلة صغيرة واحط عليه كم معلقة من السكر واديله غلوتين. انا بقطع الجزر حلقات كبيرة علشان ما يتهراش مني لو نسيته شوية على النار، عشان ابقى مطمنة ان هو محتفظ بشكله وبالقوام بتاعه. فبقطعه يعني سميك شوية مش رفيع. انتوا شايفين اهوت معايا شكل الجزر عامل ازاي. جزر الايام دي لان احنا برضو لسه في الشتاء لونه جميل. خضار الشتاء فعلا مختلف عن خضار الصيف كتير. الجزر في الصيف تحسي ان هو دبلان لونه مش برتقاني مثلا زي الجزر بتاع الشتاء، شكله مختلف. لا خضار الشتاء في حتة تانية بصراحة. انا بحب خضار الشتاء. انا هنا بقطع الجزر، هما 1.25 كيلو مش اكتر يعني مش هياخدوا وقت منك. مثلا لو انتي فكرتي ان انتي تفرزي تخزنيهم مش هياخدوا وقت منك. ولو انتي حابة تزودي الجزر مثلا للبرتقان زودي، الجزر كله فايدة. زي ما انتوا شايفين انا بوريكم بس شكل التقطيع ان هو سميك شوية. هسلق الجزر هديله الغلوتين وهسيبه يبرد، وبعد كده هبتدي اجهزه في العلب مع البرتقان. هنا بنزله في الكسرولة او اللبانة اللي انا هعمل فيها، وهحط عليهم 3-4 معالق سكر. المهم لازم تحط سكر في الجزر وهو بيتسلق لازم، وتحطي ربع كوباية مية او نص كوباية مية
لو انت هتعمليه على البخار فانت مش محتاجه تحطي ميه، لو عندك بقى مصفى او عندك الحاجه الخاصه بالبخار هتحطيه من فوق وتغطي وتبتدي تشتغلي بقى تسلقيه. بس برضو حطي سكر، يعني ان شاء الله حتى لو معلقتين السكر دول هيخلوا الجزر محتفظ بلونه اكبر وقت ممكن. هنا جبت بقى البرتقال وابتديت اقشر زي ما انتوا شايفين اهوت. هم 5 كيلو برتقان، بس رغم ان هم مش كتار ومش كمية بس خدوا مني وقت، لان انا ما بقدرش اقشر لان يعني قوة ايدي ضعيفة. فلما باجي اقشر البرتقان مش بسعف بقى، مش بجري في التقشير، لا بياخد مني وقت ومجهود شوية. بس الحمد لله يعني اتقشروا زي ما انتوا شايفين. دي طريقة في التقشير اسهل من ان انا اقعد بقى ماشية بالسكينة على البرتقال داير ما يدور. دي بالنسبة لي كانت اسهل شوية، فانا استخدمت الطريقة دي في تقشير البرتقال يعني عشان اسهل على نفسي يعني. زي ما انتوا شايفين ما تقلقيش من الجلد الخفيف الابيض اللي بيبقى على البرتقال. على فكرة لما انتي بتخزني البرتقال والحاجة البيضة دي على البرتقانة دي بتحافظ عليها مش زي ما انتي متخيلة. وعلى فكرة ما بتمررش البرتقال لانك خزنتيه، خلاص الفريزر ضيع المرارة اللي ممكن تكون في الجلدة دي او في القشرة البيضة ديت. يعني مش اول مرة اخزن برتقال، انا كذا مره جبته وكذا مره خزنت برتقان. ساعات كنت بعمله بالجزر وساعات اعمله مثلا من غير جزر، بيطلع زي الفل ما فيهوش اي حاجه. مش هتحط عليه اي حاجه اصلا، انت مجرد ان انت هتقشريه وهتبتدي تقطعيه وتحطيه في العلب مع الجزر وتعيني بقى في الفريزر عندك. على الاقل يبقى عندك اكتر نوع من العصير بحيث تغيري الولاد في رمضان. وهنا ابتديت اقطع البرتقان، وبعد لما تقطعي البرتقان تشيلي بقى البذر منه بالسكينة كده وتبتدي ترصيه في العلب. اي علب عندك استخدميها. لو عندك العلب بتاعت الجبن فضت اغسليها كويس ونشفيها وابتدي خزني فيها، سواء برتقان سواء طماطم سواء فراولة اي فاكهة اي خضار هتنفع، بس اغسليها كويس. انا العلب دي اشتريتها قلت هتنفعني بقى لو هخزن طماطم هخزن اي نوع من الفاكهة، اي حاجة هتنفع، الحاجة في البيت مهمة. هنا بس اللي كان بيعطلني شوية ان انا بشيل البذر من البرتقان علشان بس ما يعملش مرارة وانا بعصره في الخلاط. انا بس بطمن ان البذر دوت خرج من البرتقان وببتدي بقى احط البرتقان في العلب ارصه. مش بملي العلبة بالبرتقان علشان بسيب جزء هحط فيه الجزر بعد لما بيتسلق، وهتشوفوا دلوقتي هنعمله ازاي مع بعض. وعلى فكرة لو انتي مش حابة تعيني البرتقان والجزر بالشكل ده او بالطريقة دي تقدري تضربيهم في الخلاط كويس وتصفيهم كويس قوي وتعينيهم في اكياس جاهزين كعصير، تطلعيه بس يفك من الفريزر او من الديب فريزر، تسيبيه يفك وبعدها يبقى جاهز معاكي. دي طريقة ودي طريقة، بس انا بعينه بالطريقة دي، انا بقطعه بس وبعينه كده زي ما انتوا شايفين. هنا كنت خلصت تقطيع البرتقان كله والجزر كان اتسلق معايا. هبتدي اخد الجزر واوزع على كل علبة شوية من الجزر. لو انتي حابة تزودي جزر مفيش مشكلة، حابة يبقى الجزر قليل ما بتحبوهوش كتير مع العصير، اللي يريحك انتي واللي انتي غاوية انتي وولادك في العصاير اعمليه، مفيش حاجة يعني انتي مقيدة بيها. ولو انتي حابة علب البرتقان تبقى لوحدها والجزر في علب لوحده او في اكياس لوحده تقدري تعملي كده، بس انا عشان اريح دماغي يعني ويبقى الموضوع سهل بالنسبه لي انا بحط الجزر على البرتقان يبقوا في علبه واحده بحيث اطلعهم يفكوا بس شويه من الفريزر، وبعد كده ابتدي اضربهم في الخلاط ويكون جاهز العصير معانا بعدها. زي ما انتوا شايفين انا بحط في كل علبه حوالي معلقتين او 3 معالق من الجزر كبار زي ما انتوا شايفين كده معايا. شايفين لون الجزر بعد السلق؟ اهم حاجة ما تسلقوهوش فترة طويلة، ما يتسابش على النار كتير علشان ما يتهراش. وتاني حاجة حطي معاه سكر، لو حتى معلقتين بس حطي له سكر عشان لونه يكون زي ما انتوا شايفين كده طازة وفريش ولونه حلو كده ويفتح النفس. انا هنا خلصت توزيع الجزر كله. ال5 كيلو برتقان والكيلو ربع جزر عملوا معانا 6 علب، 6 علب من البرتقان والجزر. ولازم تقفلي العلب كويس علشان تضمني ان مفيش اي روايح من الفريزر تتنقل للبرتقان. لازم تكوني متأكدة ان العلبة مقفولة كويس
انا بتأكد ان القفلة كويسة بحيث اكون مطمنة وانا عيناهم. ولو عندك الاسترتش تقدري تلفي العلب بيه كزيادة تأكيد وامان، لكن انا متأكدة ان العلب قفلتها كويسة، علشان كده ما عملتش الاسترتش عليها. انا كنت قبل كده مخزنه فراوله معاكم، وده تاني عصير انا بخزنه رمضان، البرتقال بالجزر. وهنشوف بقى ربنا ييسر كده، لو اتلاقيت فاكهه تانية اقدر اخزنها واعينها لرمضان ان شاء الله اجيب واخزن معاكم برضو. انا خلصت كده البرتقال، وهنا الطماطم تكون اخدت الغلوتين بتوعها زي ما انتوا شايفين، بتنزل ميه من غير ما تحط لها ميه. انا حاطه بس لكل حله نص كوبايه ميه او تقريبا كوبايه في الحدود دي، لكن انت تقدري ما تحطيش بس تهدي النار. انا بضرب الطماطم بالهاند بلندر. لو انتي ما عندكيش هاند بلندر عندك خلاط تقدري تستخدميه. وعلى فكرة انا من الناس اللي بتحب الطماطم تتضرب في الخلاط اكتر، بس من الكمية كبيرة الهاند بلندر بيسعفني وبيبقى سهل في الاستخدام بالنسبة لي عن الخلاط. لكن طبعا عصير الخلاط مفيش احسن منه، لانك بتضمني نعومة الخليط اللي انت بتضربيه. بس انا خلصت دلوقتي الكمية كلها اللي انا سبكتها، او اللي هي يعني نزلت ميتها كده وخدت غلوتين، بس بصفيهم وهبتدي بقى اعملها صلصة. هقول لكم بقى الطريقة بتاعتي وانا بصلص الطماطم. انا بحط حوالي 4 5 بصلات، كنت ضربهم في الكبة، بس بديهم تشويحة مع شوية من الزيت ومعلقة من السمنة لو عندك. وطبعا حابة تزودي الزيت شوية بحيث ان البصل كميته كبيرة مفيش مشكلة، حابة تقللي في الزيت برضو حسب راحتك انتي. هنا بس البصلة دبلت مني، ونزلت بقى بعصير الطماطم اللي كنا ضاربينه بالهاند بلندر مع بعض من شوية زي ما انتوا شايفين. معرفش بقى انا ليه ما عملتش في الحلة الكبيرة دي مرة واحدة ساعتها، مش عارفة، انا تقريبا نسيت الحلة دي ساعتها. بعد كده لما افتكرتها قررت بقى اعمل الصلصة كلها فيها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بعد لما هتتسبك هنسيبها تبرد وهنعينها في اكياس في الفريزر. ايه الحاجات اللي لازم تحطيها على الصلصة دي بقى وهي بتغلي؟ لازم تحطي معلقتين من السكر ومعلقتين من الملح، دول اساس الصلصة. ما تحطيش بهارات فيها، علشان حسب استخدامك بقى للطبخة اللي هتطبخيها تحطي البهارات اللي تريحك. وهنا كانت الصلصة خلصت، ابتديت بقى اجيب الاكياس اللي هخزن فيها وبنزل بكمية الصلصة. انا عايزه اقول لكم على حاجه، في ناس ما بتعرفش تاكل الاكل غير بالصلصه الزياده قوي، يعني تكون الطماطم كتير قوي، وفي ناس بتحب الطماطم متوسطه، وفي ناس بتحب تاكل الاكل الصلصه فيه قليله علشان معدتها، او علشان ما بتحبش طعم الصلصه قوي يكون ظاهر. ده حسب كل بيت وحسب كل شخص. انا بحط الصلصه في الاكياس اللي انا ببقى عارفه اكلتنا بنحط فيها صلصه قد ايه، وايه الكيس اللي انا عارفه ان كميته دي اللي انا محتاجاها. ما بزودش صلصه في الاكياس كتير قوي ولا بقللها، انا بحط صلصه متوسطه زي ما انتوا شايفين كده. بس انت تقدري تعيني بقى وتخزني كل كيس على حسب استخدامك انت للغدوه او للاكله بتاعتك. زي ما انتوا شايفين انا خلاص كده بقفل الاكياس بعد ما بحط الصلصه، وهتشوفوا معايا دلوقتي شكل الصلصه بعد ما خلصت. لو انت عندك علب تقدري تخزني الطماطم فيها، لو عندك برطمانات برضو تقدري تعيني فيها، بس انا عينت في الاكياس. بالنسبه لي بتبقى سهله، اسهل شويه، يعني ممكن احطها في الميكروويف شويه وبعد كده بتبقى تمام. وهنا مليت برطمان لصلصه البيتزا، حطيت عليها زعتر وحطيت عليها زيت زيتون وقفلتها، وهسيبها في الفريزر لما احتاجها. الوقت اللي بطلع فيه الصلصة دي عشان استخدمها كصوص بيتزا، بحط في الصلصة نفسها اللي هشتغل بيها فصين من التوم مبشورين، علشان بيدوا للصلصة طعم مميز للبيتزا. ممكن فص توم كده مدقوق، فص توم مبشور او متقطع حتت صغيرة، تحطيها على الصلصة اللي انت هتستخدميها، مش في البرطمان ده وانت عايناه في الفريزر، علشان ريحة التوم تبقى لسه فريش وزهرة، بتخلي طعم البيتزا في حتة تانية. هنا هقفل البرطمان وهجهز الحاجة لدخول الديب فريزر، هبتدي ارصهم كده جنب بعض علشان في شهر رمضان الكريم ان شاء الله تبقى الصلصة جاهزة عندي. اول ما احتاجها اطلعها قبلها ب10 دقايق بربع ساعة وابتدي اشتغل بيها على طول. ولهنا اكون خلصت، اشوفكم على خير، سلام.